من بروكسل مصر رجعت تاني تخلي العالم كله يقف ويتفرج. اللي قدامك ده مش مجرد قمة سياسية، دي لحظة بتتكتب في تاريخ مصر الحديث. شوف بنفسك لحظة دخول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبال أسطوري بكل معنى الكلمة. النظرات، تحية، لغة الجسد، كل حاجة بتقول إن الأوروبيين شايفين قدامهم مش رئيس دولة نامية، لكن زعيم لدولة عظمى راجعة تاني بقوة. النهاردة كاميرات أوروبا كلها كانت متوجهة لمكان واحد بس، بروكسل. مش مؤتمر عابر ولا زيارة بروتوكولية، دي أول قمة من نوعها في التاريخ بين مصر والاتحاد الأوروبي. قمة اتقال فيها كلام كبير ويتوقعت فيها اتفاقيات أكبر. الاتحاد الأوروبي أعلن شراكات ومساعدات ضخمة لمصر، أكتر من 7.6 مليار يورو، منهم 75 مليون منحة فورية. اتفاقيات في كل المجالات: طاقة، صناعة، تكنولوجيا، دفاع، أمن، هجرة واستثمار. بمعنى تاني، أوروبا بتقولها صريحة، مفيش استقرار في المنطقة ولا العالم من غير مصر. والأرقام مرعبة فعلا. حجم صادرات مصر لأوروبا زاد بشكل يخليها تتفوق على صادرات أمريكا والصين والهند مجتمعين. وده مش كلام محللين، دي تصريحات رسمية من رئيسة المفوضية الأوروبية بنفسها. شوفوا المشهد بعينيكم، الحفاوة والاحترام والتقدير والابتسامات اللي كلها بتقول إن مصر دلوقتي مش مجرد دولة من الشرق الأوسط، مصر بقت شريك استراتيجي للقارة الأوروبية كلها. مصر رجعت للعالم بثقة وبوزن وبهيبة تخلينا كلنا فخورين بيها. مصر رجعت لمكانها الطبيعي، أمة عظمى